المغرب المنتخب أقل من 20 سنة. والله أنا شاهدت المباراة صراحة، يعني قلبك يوجعك. في المجموعة حديدية مع فرق عالمية، عمل كونفيرماسيون في ماتش اسبانيا، اقناع يعني ضد اسبانيا وعرف كيفاش يلعب، واليوم نشوفوه يعني الطموح بدا يكبر عند المغاربة الكل. العزيمة اللي ريناها عند الملاعبية وعند المدرب تاع المنتخب المغربي تخلينا امل كبير وثقة كبيرة باش المنتخب المغربي يحدث مرة أخرى المفاجأة. لو دوكا ما تأهلناش ميم با. الدورات المغلوقة كيما هذه. لا هذه ولكن ما تأهلناش. خلينا لو رحنا اقصينا معليش، حنا ما جزناش ميم با في شمال افريقيا. هذه ما تأييفات جاي تقريبا جايين من الخارج أيضا. ماشي كاع، كاين اللي راحوا كيما قول لي وكذا غادي. معليش جاو من الخارج، يعني مفورمين في الخارج، عطاو الإمكانيات المادية، عطاو لهم الإمكانيات باش يمشيو يلعبوا في الخارج للتوروا. أين هو الخلل في المنتخبات الشبانية؟ كنا نقولوا كنا نيجليجيو لي زيكيب تاع لي جان. الان هذا المنتخب المغربي يفوز على المنتخب الإسباني بالأداء والنتيجة بهدفين ل0 في كأس العالم لأقل من 20 سنة اللي مقامة في الشيلي. أداء كان مقنع. المنتخب المغربي سيطر بالطول والعرض على المنتخب الإسباني اللي معروف بالتيكي تاكا ولا روخا ولا ماسيا والبارشا ولا ريال مدريد وتبرهيش وديمنا والكذوبات ومنا. المنتخب المغربي عقدة للمنتخب الإسباني عبر التاريخ، يعني دقدقوهم عبر التاريخ، دقدقوهم في 2022 في الأولمبي خسروا معاهم بزيد ديتاي. اليوم وهبي عطاهم درس لن ينسوه. الدخله الاولى ديال المنتخب المغربي في كاس العالم مع منتخب اسبانيا، والمجموعه اللي كانوا فيها تشوفوا فيها مجموعه الموت، يعني واش تعرفها اسبانيا البرازيل المكسيك. اي منتخب اللي يشوفه ويجي داخل في هذه المجموعه هذه يقول لك ولد عمي فرني غادي. ولكن الحمد لله المنتخب المغربي راه لكم المنتخبات المغاربيه راه في القمه وتقدر تنافس اي منتخب في العالم ولا تهاب اي منتخب. ما تخافش تهاب منتخب المنتخب الجزائري، لانه كاين بعض الاطراف تقول لك لو نلعبوا مع اسبانيا في 2026 يعني فلاني لا كوب دي موند، المنتخب الإسباني أقوى بكثير، وبالتالي الخوف من تلقي هزيمة نكراء قد تؤثر على معنويات اللاعبين. وش رايك في هذا الكلام وهذا الكلام؟ لو كان طلع الاجنده تاع رئيس الاتحاديه الاسبانيه ما نظنش راح يصيب يعني وقت باش تواجه المنتخب، لانه هما يديروا. وعن الحوار التكتيكي الجد عالي الذي جمع بين الماتادور الاسباني والمنتخب المغربي، الذي جر المنتخب الماتادور الاسباني المغربي كان سدا منيعا بتصديق فريد زميتي. والله شوف اليوم شفنا مقابله كانت مقابله بين فريقين اللي نظن باللي انا نولي المدرب المغربي اللي حضر كما لازم نحل المقابله هذه، خاصه من الناحيه التكتيكيه اللي هي ما يغامرش. عنده كره يمشيو، عندهم كره يروحوا يمشيو للامام، ما عندهمش كره يوليو 50 متر على المرمى تاع يمشوا نقولوا حنايا بلوك با يستناو. علاه بصح لماذا اخ صالح ولا محمد؟ معليش بصح علاش؟ القوه تاع الاسبان هي الاستحواذ في ليزانترفال. صح، تخلي لهم هذاك الانترفال يمشوا لك يسجلوا لك. هو قرا مليح اللعب تاع اسبانيا اللي يعرفها لانه هو لعب ويعرف. دار ان بلوك كومباكت، هذاك البلوك هذاك فيه 25 متر هكذا دو لارجور دو لونغور، نضل هكذا كاع ما عندكش وين تدخل، ما عندكش وين تدخل. منذ 90 دقيقه لي اسبانيول تقلقوا لان ما كاش ما كاش حلول، ما فيش حلول. صح كانت لقطه ولا زوج تاع، ولكن عرف كيفاش يتحكم في المقابله هذه. حتى اللاعبين خداو النصايح تاع، سمعوا النصايح تاع المدرب. مستاهل واللي مستحقه وتاريخيه. لعب المنتخب المغربي بسلاحه بامكانيته صالح بن عبود بن رحمه محمد شعيب. لا هو صراحه يعني بالك قبل بدايه المونديال كنا نقولوا ممكن تكون المفاجاه، ولكن مع مرور المقابلات نشوفوا بلي الفريق المغربي فريق قوي يعني منسجم خاصه من الناحيه التكتيكيه. في نفس الوقت الفريق الاسباني كان فاقد يعني لاعبين
اللي عندهم هذيك القوه تاع صح التوغل واختراق الدفاع، وكذلك الذكاء في ايجاد الحلول امام فريق يعني منسجم، وبقى كما قال فريد من الوهله الاولى الى اخر اللقاء بنفس طريقه اللعب. حتى اللاعبين اللي دخلوا يعني كاحتياطيين احترموا هذا التكتيك. ربح عده امور، يعني اولا الناخب الجديد هذا جاب لحمه وعنده طريقه التعامل مع اللاعبين والافكار نتاعو. بين الشوطين رصدت الكاميرات تواجد جماهير برازيلية وأخرى مكسيكية، منتخبان يشاركان المغرب في مجموعة الموت. هم وغيرهم كانوا شاهدين على لحظات إبداع مغربي عندما هز ياسير زبيري الشباك الإسبانية في الدقيقة 54 محولا أرض الملعب إلى منصة لإظهار المهارة. قبلة حب واعتزاز بعثت من المدرجات وترجمت فوق الميدان هدفا ثانيا 4 دقائق عن الأول. عزز ياسين جاسم من تقدم المغاربة ودرجات استحقاقهم وجودتهم. الانتفاضة الإسبانية كانت منتظرة. بن شاوش أطفأها بتدخله المميز في هذه اللقطة. وفي لقطة أخرى كاد عثمان معما واحد من نجوم المباراة أن يضيف هدفا ثالثا بتسديدة مركزة مرت قريبة من المرمى. أبناء المدرب وهبي كتبوا فصلا جديدا في تاريخ التفوق المغربي على الإسبان دوليا، وأكدوا أن أشبال الأطلس خصم لا يستهان به.